أهلاً بالجميع. اليوم رح نتكلم عن فكرة يمكن ما منشوفها بعيوننا، لكنها فعلياً بتشغل كل إشي حوالينا في العالم الرقمي. رح نحكي عن البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، وقصة التعاون المذهلة اللي غيرت وجه التكنولوجيا للأبد. خلونا نبدأ بسؤال غريب شوي. إيش هو الرابط المشترك بين الهاتف الذكي اللي في جبنا كلنا ومركبة فضاء بتمشي على سطح المريخ وشبكة الإنترنت نفسها؟ يمكن تبين أنها أشياء ما إلها أي علاقة ببعض، بس صدقوني فيه خيط سري بيربطهم كلهم، فكرة ثورية واحدة. والجواب على هالسؤال هو فكرة بسيطة بس قوية جداً، بتمحور حول مفهوم الحرية والتعاون. ففي القسم الأول خلونا نرجع بالزمن شوي ونشوف كيف انولدت هالشرارة. تخيلوا معي عالم قبل ما يكون في متاجر تطبيقات وبرامج لازم نشتريها. في بدايات عصر الكمبيوتر المبرمجين كانوا زي العلماء اللي بيتبادلوا اكتشافاتهم. البرامج كانت تشارك بحرية تامة، مش كمنتج ينباع، لكن كأداة للمعرفة بروح تعاونية مدهشة. لكن هالروح التعاونية بدأت تختفي لما تحولت البرمجيات لصناعة تجارية، لصناديق مغلقة ما بنعرف شو جواتها. وهون بالضبط ظهرت حركة مضادة قادها شخص اسمه ريتشارد ستولمان. هالاقتباس بيلخص القصة كلها. الموضوع مش عن البرنامج نفسه، الموضوع هو مين اللي بيتحكم فيه، المبرمج أو المستخدم. كانت معركة حقيقية من أجل حرية المستخدم. وهذا الخط الزمني بيحكوا لنا القصة باختصار. بدأت في السبعينات بروح التعاون هادي في مختبرات مثل MIT. بعدين تحولت لحركة منظمة سنة 1983 مع مشروع جينو طموح جداً لستولمان. لكن القطعة اللي كانت ناقصة جت سنة 1991 من طالب في فنلندا اسمه لينوس تورفالدز، واللي عمل نواة لينكس. والقفزة الكبيرة الأخيرة كانت في 1998 لما تم ابتكار مصطلح جديد هو المصدر المفتوح، عشان يخلوا الفكرة مقبولة أكثر لعالم الشركات والأعمال. طيب، كل هالتاريخ المثير بيوصلنا لنقطة مهمة جداً في قسمنا الثاني. كلمة حر أو فري بالإنجليزي ممكن تسبب شوية لخبطة. هل معناها مجاني؟ الإجابة هي مش بالضرورة. خلونا نوضحها النقطة. وهنا الفرق الجوهري. فكروا في كلمة حر بطريقتين. الأولى هي حر بمعنى حرية التعبير، وهذه بتعطي حقوق. والثانية هي حر بمعنى عينة مجانية، وهذه بس عن السعر. البرمجيات الحرة بتركز على النوع الأول، على حرية استخدام البرنامج وتعديله ومشاركته حتى لو كان لازم ندفع ثمنه. يعني باختصار شديد، البرمجيات الحرة هي فلسفة. الهدف الأساسي منها هو احترام حرية المستخدم والمجتمع. جوهرها هو السيطرة والحرية مش السعر. وهالفلسفة قائمة على 4 حريات أساسية. الحرية في تشغيل البرنامج لأي غرض كان، الحرية في دراسة الكود وفهم كيف بيشتغل، والأهم تعديله ليناسب احتياجاتنا، الحرية في إعادة توزيع ومشاركة البرنامج مع الآخرين، وأخيراً الحرية في تحسين البرنامج ومشاركة هالتحسينات مع الكل عشان يستفيدوا. هذه هي قواعد اللعبة. والآن إيش قصة المصدر المفتوح؟ شوفوا، ممكن نفكر فيه كأنه الوجه العملي والتجاري لنفس الفكرة. يعني بينما البرمجيات الحرة بتركز على الأخلاق والحرية، المصدر المفتوح بيركز على الفوائد العملية. كيف إنه فتح الكود بيخلي البرامج أحسن وأكثر أمان، والتطوير عليها أسرع بكثير. وهلأ في قسمنا الأخير رح نوصل للسؤال الأهم. بعد كل هالتاريخ والفلسفة، شو تأثير كل هذا على حياتنا اليوم؟ ليش لازم نهتم بهالموضوع أصلاً؟ الجواب ممكن يفاجئكم. هاديك الفكرة اللي بدأت في مختبر أكاديمي صغير صارت اليوم هي المحرك الخفي اللي بيشغل عالمنا الرقمي بالكامل. تتذكروا لغز الهاتف والمريخ والإنترنت اللي بدأنا فيه؟ الجواب هو البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر. الأرقام بتحكي قصة لا تصدق. شوفوا هذا الرقم، 96%. تخيلوا، 96% من الخوادم اللي بتشغل أهم 1,000,000 موقع في العالم بتشتغل بنظام لينكس. هذا بيعني إنه الإنترنت اللي بنعرفه وبنستخدمه كل يوم مبني بالكامل تقريباً على أساس مفتوح المصدر. والسيطرة هذه موجودة في كل مكان. نظام أندرويد على الهواتف قائم على المصدر المفتوح. خدمات الحوسبة السحابية أكثر من 90% منها بيعتمد عليه. حتى أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم اللي بتعمل حسابات معقدة جداً، كلها 100% منها بتشتغل بنظام لينكس. في الواقع
كلنا بنستخدم هالتقنيات يومياً ويمكن حتى بدون ما نعرف. أي شخص بيتصفح موقع إلكتروني فيه احتمال كبير إنه معمول بووردبريس. أي شخص بيشاهد فيلم على الكمبيوتر غالباً بيستخدم مشغل VLC. كل هاي الأدوات الرهيبة هي نتيجة مباشرة لثقافة المصدر المفتوح. طيب، إيش هو سر هالقوة الخارقة؟ بكل بساطة التعاون الجماعي. لما آلاف العقول تشتغل مع بعض من كل أنحاء العالم، الابتكار بتسارع بشكل جنوني. ولما الكود يكون مكشوف للجميع، الأخطاء والثغرات الأمنية بتنلقط وبتتصلح بسرعة. وطبعاً كل هذا بيقلل التكاليف وبيعطينا حرية الاختيار بدل ما نكون محبوسين مع شركة واحدة. وهيك منشوف كيف أنه مجرد فلسفة بسيطة عن المشاركة انولدت بين مجموعة صغيرة من المبرمجين، كبرت واتطورت لحد ما صارت هي الأساس اللي مبني عليه كل عالمنا الرقمي اليوم. وهذا بيخلينا نسأل سؤال مهم للمستقبل. اليوم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية بتعتمد أكثر وأكثر على الأكواد والبرمجيات، فهل ممكن نشوف نفس روح التعاون المفتوح تعمل ثورة في هالمجالات كمان؟ شو هي الحدود الجديدة اللي ممكن نوصلها لو اشتغلنا كلنا مع بعض؟ سؤال منترككم تفكروا فيه. شكراً لمتابعتكم.